كان الأسد يشعر بجوع شديد، فخرج من وكره يبحث هنا وهناك عن طعام يسد به جوعه، فلم يجد سوى أرنب صغير. قبض عليه وفكر مع نفسه قائلا: هذا الأرنب لن يملأ معدتي. وفي حينها لمح غزالا مر على مقربة منه، فأصابه الجشع، وفكر مجددا: بدلا من هذا الأرنب النحيل سأمسك بالغزال وأتناول وجبة دسمة. أطلق الأسد سراح الأرنب، وانطلق بأقصى سرعته إلى حيث رأى الغزال يركض، لكن هذا الغزال كان قد اختفى. شعر الأسد بالمرارة والأسف، وندم شديد الندم، لأنه أطلق سراح الأرنب وبقي جائعا بلا طعام. هكذا الدنيا يا عزيزي، ستظل تركض فيها إلى أن تهلكك، ولن تأخذ منها إلا ما كتبه الله لك. وتذكر جيدا: من يطمع بكل شيء يخسر كل شيء.